عشان اعمل الحلبة المنبتة بتاعة العيد اللي كنا بناكلها زمان من ايد اهالينا، كانت بتبقى مسكرة وطعمها جميل. وطبعا غير فوائدها الجميلة جدا، الحلبة المنبتة مفيدة جدا جدا للمعدة وللبطن ولمرضى السكر. فانا حبيت ان انا اوريكم بقى طريقة الحلبة المنبتة زي ما كانت الله يرحمها بتعملها. انا جبت ربع كيلو حلبة او الكميه الموجوده عندك، مش بالميزان يعني. كوبايه حلبه الموجوده عندك في البيت. او لو انت عايزه تعملي كميه كبيره هتشتري نص كيلو او ربع كيلو، وهنقيها وهنغسلها كويس جدا. بعد ما نغسلها هننقعها في الميه النظيفه بتاعتها بحيث تكون الميه بتاعتها لونها ابيض وزي الفل كده، وهنسيبها ساعتين 3 في الميه بتاعتها. بعد ما سبت الميه في الحلبه في الميه بتاع ساعتين، لون الميه اتغير زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، والحلبه حجمها بدأ يزيد. احنا سبناها حوالي ساعتين. هاخد بقى الحلبه وهصفيها من الميه بتاعتها كده. صفيناها من الميه بتاعتها، نصفيها حلو كده من الميه ونفرطها كده. وطبعا حاطين تحتها طبق زي ما انتم شايفين كده عشان الميه تنزل فيه. دي كده كمية الحلبة بتاعتي. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده ممكن ان احنا نعمل الحلبة بطريقتين. ممكن ان انت تسيبيها في المصفى بالطريقة دي كده، بس طبعا المصفى دي هتبقى صغيرة عليها. وممكن ان احنا نعملها بطريقة تانية، او بنحطها في ناس بتحطها في قوالب فخار، او في علب بلاستيك او اي حاجة. بس اهم حاجة ان العلبة اللي انت هتحطي فيها تكون فيها ثقوب من تحت عشان الحلبة تتنفس. فانا بقى عملت ايه؟ عندي كوبايات بلاستيك زي دي كده. الكوبايات دي انا هستخدمها في ان انا اعمل الحلبة بتاعتي. هوزع فيها الحلبة زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما نوزع الحلبة هناخد الخلة. هجيب خلة كده او مسمار او اي حاجة، وهخرم بيه الكوبايات من تحت بالطريقة دي كده. كده هعمل فيها ثقوب كده كده. زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. يبقى انا خرمتها بالخلة بتاعتي كده، او انت بقى عايزة تخرميها باي حاجة تانية خرميها. انا كده خرمت الكوبايات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده اهي. اهي خرمت الكمية بتاعتي. وهعمل ايه بقى؟ هجيب الكوبايات بتاعتي دي وهعبي فيها الحلبة. طبعا مش هاملة الكوباية قوي، يعني مقدار معلقة كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش هاملة الكوباية لاخرها لان هي لسه هتزرع، فلما هتزرع هتزيد. كل كوباية بقى احط فيها حبة، وهسيب برضو حبة في المصفى، يعني انا مش هعملها كلها في الكوبايات. الثقوب اللي انا عملتها دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي لو في فايدتها ان هي لما احنا هنرش ميه، الميه تنزل من تحت عشان الحلبه ما تعفنش. وبقيه الحلبه بقى زي ما انتم شايفين هفردها تاني في الصينيه كده عشان يبقى انا عندي ايه؟ الطريقتين. اما انك انت تسيبيها في المصفى زي ما هي كده، زي ما هي بالطريقه دي، او ان انت تحطي منها شويه في الكوبايات علشان تديكي شكل جميل. يبقى احنا عملنا جزء في المصفى وعملنا جزء في الكوبايات. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد كده هجيب مناديل مطبخ زي كده. هاخد منديل زي كده، جزء زي ده كده، وهتنيه 2 بالشكل ده كده، وهحطه في الكوباية بتاعة الحلبة كده. يبقى ده شكله كده، بحيث ان المنديل يبقى على الحلبة بالظبط، مش فوق، لا، هيبقى ملامس للحلبة بالطريقة دي كده. شايفين؟ بالطريقة دي كده هعمل. وبالنسبة لدي للحلبة اللي في المصفى، هجيب فوطة نظيفة
زي ما انتم شايفين كده، وليكن تكون الفوطه بيضه برضو يفضل. وهحطها فوق الحلبه بتاعتي اللي هي في المصفى دي بالطريقه دي كده. هغطيها بالطريقه دي بحيث ان برضو الفوطه تبقى ملامسه للحلبه، يعني الفوطه ملامسه للحلبه مش بعيد عنها اهي بالطريقه دي كده. بعد ما عملنا مغطينا الحلبه بتاعتنا اللي في المصفى بالفوطه، وغطيت كل كوبايه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، كل الكوبايات عملتها بمناديل الورق. وزي ما قلنا المنديل لازم يبقى ملامس الحلبه مش على سطح الكوبايه. هعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايه فيها ميه، هجيب كوبايه فيها ميه زي كده، وهاخد منها رشه بسيطه احطها على القماشه بتاعه الحلبه كده. القماشه اللي هي فوق الحلبه دي انسمها بالميه دي. ونفس الحكايه بالنسبه للايه، للكوبايات اللي هي اللي فيها المناديل. بس كده يبقى كل كوبايه حطيت لها نسمتها بالميه. انا بنسم المنديل بالميه بس كده زي ما انتم شايفين، والقماشه بنسمها بالميه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هحطها في مكان دافي، ممكن احطها على رخامه المطبخ، احطها في اي حته. وانا رايحه وجايه ابص عليها، لو لقيت حته القماشه نشفت او المناديل الورق نشفت جفت انسمها بالميه تاني. يعني كل يوم ابص على حته القماشه، لو لقيتها نشفت شربت الميه انسمها، مش هكب ميه، هنسم المناديل الورق والقماشه بنقط ميه بسيط كده.